أهلا بيكم في طاروت الإمبراطور، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لمنفصلين برج الدلو، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الدلو للبعض منكم يمكن الشخص اللي انتم منفصلين عنه أو ممكن تكونوا متباعدين عنه أو في بروك في العلاقة في الفترة الحالية. الشخص ده زي ما يكون حاسس بتأنيب ضمير اتجاهكم، حاسس إنه تعبان. الشخص ده كمان ممكن يكون عنده مسؤوليات أو عنده ضغوطات في حياته يمكن محدش بيشعر بيها غيره هو وبس، زي ما يكون محدش بيحس بالشخص ده غير ربنا، لأن هو يمكن مش بيحب يبين اللي جواه أو ممكن يكون عارف إن كل واحد فيه اللي مكفيه، أو مهما حكى مش هتقدروا إن انتوا تهونوا الألم أو تهونوا الظروف. بس أنا شايف إن الشخص ده كتير تعبان، يعني إن كنتم في علاقة وزي ما يكون العلاقة دي شبه مفيش تواصل فيها، أو فيها برود في العلاقة أو فيها بعد أو فيها يمكن إهمال في العلاقة أو خصام ما بينكم، أنا شايف إن الشخص ده أساسا تعبان. الشخص ده يمكن أكتر وقت محتاج لدعمكم العاطفي، يمكن أو وجودكم جنبه أو تشجيعه. الشخص ده ممكن يعني يكون بيجيله زي صداع كتير، دماغه من كتر التفكير بقت بتوجعه. بس الشخص ده يمكن يعني بيتجنب إن هو يقعد مع نفسه عشان يعني ما يدخلش في اكتئاب، أو ما بيقدرش يمسك نفسه من كتر التفكير. الشخص ده قريب جدا هيتواصل معاكم، الشخص ده قريب جدا هيكلمكم، لو كانت علاقة كراش هيكلمكم وهيرجع يعترف بحبه. لو كانت علاقة حب الشخص ده هيرجع وهيعوضكم عن فترة البعد أو الإهمال، أو هيبتدي يتكلم. بس أنا شايف إن في يعني كلام حب كتير الشخص ده عايز يقوله ليكم. الشخص ده على الرغم من الظروف أو على الرغم من التعب أو على الرغم من المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في حياته، بس أنا شايف إن الشخص ده كتير جواه نوايا حب ليكم. لسه الحب ده جوه قلبه زي ما يكون يعني بينمو أكتر وأكتر. الشخص ده يمكن الصعوبات أو الظروف أو المشاكل أو الأمور اللي يمكن حتى مر بيها يعني مغيرتش قلبه من ناحيتكم. بس مش أي حد الشخص ده بيفتح قلبه ليه، مش لأي حد الشخص ده بيعبر عن حبه أو بيتعلق بيه أو بيدخل حياته. الشخص ده بيبقى حريص جدا، الشخص ده كتير ذكي جدا، بيقدر يفهم الناس بسرعة. مثلا لو حد قاله عن شخص معين إن هو ممكن يكون فيه واحد اتنين تلاتة، ما بيصدقش غير لما يعني بيقيم الأوضاع بنفسه. أنا شايف إن الشخص ده يمكن جواه اشتياق ليكوا، جواه حب كتير، حب ليكوا. الشخص ده هيتواصل معاكوا لأن هو مبقاش قادر إن هو يكتم مشاعره أكتر من كده، وده هيخليكم في منتهى السعادة أو في منتهى الفرحة، لدرجة إن انتوا يعني هتستعيدوا حياتكم من تاني. اللي فيه منكم ممكن يكون البعد أو الخصام ده أو الانفصال أو البروك في العلاقة كان مأثر عليكم، وكان مخليكم يمكن مش عارفين تواصلوا حياتكم بشكل طبيعي، كان مأثر على طاقتكم. أنا شايف إن انتوا روحكم هترجع لكم من تاني، هتكونوا في منتهى الفرحة ومنتهى السعادة، ويمكن التواصل يدوم لوقت كبير جدا تتكلموا فيه مع بعض، يمكن تقعدوا بالساعات تتكلموا مع بعض. الشخص ده مشاعره ليكم واضحة جدا، الشخص ده بيحبكم، والحب ده مش من طرف واحد، الحب ده متبادل ما بينكم. حتى لو كان البعض منكم في اختلاف، سواء اختلاف في الجنسيات، اختلاف في المحافظات، اختلاف عادات أو اختلاف تقاليد، الحب اللي ما بينكم ده حب متبادل وحب قوي جدا. آه وكتير علاقة صحية ليكم. الشخص ده بيحبكم أكتر مما تخيلوا أو مما تتوقعوا، رغم كل المشاكل أو الصعوبات اللي الشخص ده بيمر بيها، بس عمره ما يعني توقف عن حبكم، بل بالعكس الشخص ده كان بيحبكم وكتير بيبقى عايز إن هو يتواصل معاكم. أنا شايف إن بلاش يعني تضيعوا وقت كبير في المراقبة، أو إن انتوا تلاقوا أجوبة لأسئلة يمكن محيراكم، أو بعض التصرفات اللي ممكن تكونوا يعني تكون بتصدر من الشخص ده وبتبقوا مش لاقيين لها إجابة. استثمروا وقتكم وجددوا طاقتكم، لأن الشخص ده محتاج إن انتوا تكونوا في معنويات مرتفعة أو طاقة أفضل عشان تهونوا على الشخص ده، أو يعني تدوله الدعم المعنوي اللي ممكن يكون كتير محتاج له، حتى لو مش بيعبر عن احتياجه للأمر ده.
بس أنا شايف إن الشخص ده مش بيعبّر عن احتياجاته للعاطفة، لكن هو في أشد الحاجة للعاطفة. الشخص ده يمكن يعني بيلتفت لأصغر الأمور، ممكن أقل كلمة حُب ممكن تكون بتأثّر فيه، بس ممكن يكون مش بيبيّن أو يعني مش بيوضّح ده. في كتير ممكن تكونوا تعبتوا من تصرفات الشخص ده، أو انتوا حاسين إن الشخص ده مش بيحبكم، أو يمكن الانفصال أو البعد أو البرود اللي في العلاقة طال وفقدتوا الأمل. لكن أنا شايف إن انتوا محتاجين تفكروا من تاني، لأن الشخص ده بيحبكم جدا. إن كنتوا هتمشوا أو هترحلوا فارحلوا بس من القيود اللي انتوا فرضتوها على تفكيركم عن حياتكم وعلى حياتكم وعلى نفسكم وعلى العلاقة دي، لكن ما ترحلوش عن العلاقة دي أو عن الشخص ده. العلاقة دي فيها حب كتير جدا جدا ليكم. انتوا كتير مقيدين نفسكم بسبب الأفكار، سمحتوا إن هي يعني الأفكار دي تكتر جوا دماغكم لغاية لما اتمكنت منكم وخلتكم في كتير وضع متعب، أو تعبتكم، أو في وضع اكتئاب. في حاجات كتير عن الشخص ده انتوا متعرفوهاش. في حاجات كتير في حياة الشخص ده مأثرة عليه ومأثرة على حياته ومأثرة يمكن على مشاعره أو على العلاقة العاطفية، سواء كانت كراش أو حب أو زواج. فيمكن مسؤوليات أو مشاكل في شغله أمور يمكن هو شايل مسؤوليتها لوحده. ممكن يكون في حاجات كتير سلبية في حياته تعباه، بس مش بيعرفكم أو مش بيعبر عنها. بس أنا شايف إن مش عايزكم تقلقوا، لأن الشخص ده بيحبكم، والعلاقة دي بإذن الله هترجع من تاني وهتكون أحسن من الأول. ما تفقدوش الأمل، وخلي عندكم أمل، وخلي عندكم ثقة في ربنا إن بكرة هيبقى أحسن. لأن اللي جاي في حياتكم كله فرج وسعادة وبداية جديدة بإذن الله مع الشخص ده، لأن هو ما يقدرش يتخيل حياته من غيركم. فما تقلقوش. لو عجبتكم القراءة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.